طيب خليني في البدايه ابدا الكلام معاكم من اول ما انا زمان اتعرض عليا ان انا اشتغل حاجه غير شغلانتي. انا شغلانتي كانت ايه؟ دكتور صيدلي. ضحكوا عليا زمان ايام الثانويه العامه، قالوا لي جمله كل الامهات لموهم في فصل وحفظوها لهم، اللي هي جمله ايه؟ ذاكر سنتين عشان ترتاح ايه؟ ما شاء الله، من الواضح ان كله سمعها. فانا ذاكرت السنتين وجبت 98.9% في ثانويه عامه. حلو؟ حلو. دخلت كليه صيدله جامعه القاهره. قال لك ايه؟ ذاكر كتير، جيب تقدير، هتشتغل اجمل شغلانه في الدنيا وخاصه الصيادله. هم كانوا مأكدين لي، عماد كان مأكد لي. تمام؟ فايه اللي حصل؟ مش انا ما عملتش كده، بس انا اولا اتخرجت امتياز مع مرتبه الشرف من الجامعه، ولكن مش دي القصه ان انا كنت بشتغل وانا بدرس. فكنت بشتغل 5 سنين في صيدليات وفي شركات ادويه. ففي ال5 سنين دول اقصى فلوس عملتها في حياتي بعد 5 سنين شغل كان 2800 جنيه في الشهر، تقريبا بما يعادل في الوقت ده ساعتها زمان حوالي 400 دولار 500 دولار في الرينج ده يعني. فانا قعدت مع نفسي قاعده، طب سيدي الفاضل، عشان بس في ناس تسال انا ليه سبت صيدله، الاجابه جايه. انا لو قعدت كمان 5 سنين بعمل نفس اللي انا بعمله، نسال سؤال مهم، هل ال 2800 جنيه دول هيبقوا 30000 جنيه؟ مستحيل. مين متفق على كده يا جماعه؟ ارفع ايدك، شكرا. طيب فانا من الناس اللي كانت بتصحى من النوم الصبح تاخد حقنه مسكن طول كده، مسكن للايه؟ للطموح والاهداف والاحلام والحياه وبتاع، واسد يلا في ايه وانزل ايه؟ اشتغل. فانا كنت من الناس دي، قعدت 5 سنين، فقلت انا مش هعمل كده كمان 5 سنين. طب هتعمل ايه يا اسلام؟ انا هدور على اي طريقه اعمل بيها دخل تاني. ولكن اللي اكد كلامي المثلثين اللي انا هوريهم لك دلوقتي، النظريه دي. النظريه دي يا جماعه بمنتهى البساطه كده نظريه سهله قوي. النظريه دي بتقول، ودي كانت موجوده في كتاب، انه قبل سنه 2000، قبل سنه كام يا جماعه؟ 2000 طبقات المجتمع كانت متقسمه 3 طبقات زي ما انت هتشوف دلوقتي. دول طبقه فوق غنيه، وطبقه متوسطه، وطبقه ايه؟ فقيره، صح ولا صح؟ طيب تعريف الكتاب ان الطبقه الغنيه دول الناس اللي مش شاغلين عليهم بحاجه، عارف انت؟ اقصى تحدي ممكن يقابله ايه؟ بدل ما يطلع اوروبا في الصين بيطلع ماليزيا. ده اكبر مشاكله في الحياه. ار يو وذ مي؟ ماشيين مع بعض؟ تمام؟ ده مالناش دعوه بيه. طب الطبقه الفقيره دول الناس اللي ما عندهمش حلم لبكره، هو انا النهارده مفيش طموح لبكره، وده موجود، والكتاب بيقول كده انه مفيش تفكير في بكره، يعني مثلا ما عندوش اكبر تحدياته النهارده نخلصه وبعدين نفكر في بكره. ماشيين مع بعض؟ اما الطبقه المتوسطه بقى اللي في النص، دول زينا كلنا كده، عندنا اهداف واحلام اكبر من الامكانيات اللي موجوده، صح ولا صح؟ معظم الناس كده، نفسي اعمل كذا، عايز احقق كذا، عايز اطور من نفسي في كذا، عايز اوصل لكذا، ولكن بدور على الوسيله، عايز اعرف اعمل ده ازاي الدنيا تبقى احسن ازاي، صح ولا لا يا جماعه؟ فده ال3 طبقات بتوع المجتمع، بس ده كان قبل سنه كام؟ 2000. طب وبعد سنه 2000 الدنيا بقت كده. بقى في طبقه غنيه فوق، وبقى في طبقه فقيره تحت. الله، طب والطبقه المتوسطه راحت فين؟ اختفت في ظروف غامضه. جزء منها نزل تحت، وجزء منها عمل ايه؟ طلع فوق. الكتاب بيقول انه الناس اللي كانت في الطبقه المتوسطه ونزلت لتحت، ايه اللي حصل معاهم؟ قال لك دول الناس اللي كان 24 ساعه تركيزهم دائم على تقليل مصاريفهم. يقعد قاعده مع نفسه، عارفين قعده الصراحه دي؟ اللي هو يا اخي الواحد مبذر، يا اخي بنصرف كتير في حاجات ملهاش لازمه، خاصه لما لو راجل متجوز وفاهم ومصاريف الدنيا مش ظابطه، يجيب مراته اقعدي ورينا هنصرف ايه، مع الانترنت دلوقتي طالعين تليفونك، شوف الاوردرات اللي بتخبط على الباب، صح؟ فنقعد القعده دي. طب القعده دي مثلا انا باخد مثلا 1000 جنيه بجيب بيهم 10 حاجات. حلو، انا عايش في امان الله، بشتغل وبشوف شغلي وباخد 1000 جنيه في الشهر، ولكن غصب عني الاسعار عملت ايه؟ زادت. فال1000 جنيه ما بقتش تجيب ال10 حاجات، بقى بتجيب كام؟ 8 أو 7. فنقعد القعده بتاعت يا اخي برضه مبذرين، فنقلل المصاريف، الحسبه تظبط قد ايه؟ 4-5 شهور، وهوب الاسعار تعمل ايه؟
تعلى. انت ما ارتكبتش احلى غلط في العالم، انا قاعد في امانه الله، حاجات عليت فانا اتحطيت في مأزق. بعد كده قلل المصاريف لغايه ما الموضوع في الاخر بيجي على اخر الشغل. فتلاقينا اتحشرنا في كورنر ونزلنا تحت واحنا مش واخدين بالنا. مين متفق معايا على الكلام ده يا جماعه؟ ارفع ايدك. طب نسال سؤال، هل في ناس شافت ناس حصل معاهم كده؟ يس اور نو؟ صح ولا مش صح؟ صحيح. طيب ولكن طب يا سام معلش، ده المثال اللي هو يعني الوحش المتشائم. ممكن تقول لي الناس بقى اللي في النص دول طلعوا فوق ازاي؟ الكتاب بيقول كده، بيقول ان الناس دول ركزوا على حاجه واحده بس، ايه هي؟ تعدد مصادر الدخل بتاعتهم بما يتناسب مع الزمن اللي هم عايشين فيه. يعني ايه؟ يعني الناس دي ما فكرتش تقلل مصاريفها، فكروا يزودوا ايه؟ دخلهم، وفرق شاسع ما بين الاثنين. النهارده انت بتاخد 1000 جنيه مش هيبقوا فشار، مش اوتوماتيكيا هيزيدوا، بالعكس انا عايز مصادر دخل تاني. فانا شفت الحوار ده فيلم رعب اترسم في عقلي، وحسيت نفسي هنزل تحت وانا مش واخد بالي. فعملت ايه؟ بدات اخبط كل البيبان لحد ما جيت عرض عليا الشغل اللي انت بتسمعه دلوقتي. وبعدين الشغل ده انا ما كنتش فاهم فيه ولا كلمه، زي ما حضرتك قاعد كده كتير من الناس قاعدين بيسمعوا اللي هو انا هعمل ايه؟ انا مطلوب مني، انا كنت عامل نفس الحاجه. فقلت ايه؟ يا عمي انا هشتغل الشغل ده وبعدين نبقى نشوف. ما بفهمش فيه، بفهم فيه احسن من اللي انا ايه؟ فيه. فرحت واخد الخطوه وابتديت الشغل ده. اللي خلاني اسيب صيدله ايه بقى؟ تخيل معايا كده شغلانه جديده تكون بتشتغلها وما تعرفش عنها اي حاجه، وفي خلال اول 6 شهور وحط نفسك مكاني تعمل منها $30,000. لو انت مكاني تعمل ايه في صيدله؟ احنا في ميتنج عشان في ناس اتحمست قوي، صح؟ هطلقها بالثلاث وابعت لها الدباديب على البيت، صح ولا مش صح يا جماعه؟ سيدي الفاضل، انا بعد اول 6 شهور حسيت ان انا في علاقه توكسيك، حب من طرف واحد. والله اللي هو حضرتك انا درست في صيدله وانجاز ما مرتبتش شرط، وكمان كنت بشتغل في صيدليات، كنت ببيع بامبرز وجل، بس في الاخر كنت بشتغل بضمير. طب وبعدين 2800 جنيه؟ لا السلام عليكم. اللي حصل معايا بعد اول 6 شهور انا لبسني عفريت حرفيا. عارف لما تلاقي في مصدر دخل مختلف تماما؟ عملت ايه؟ بدات اركز في الشغل ده، ادرسه، اسافر في كل حته في العالم واتعلمه ازاي اقدر اشتغل. طب اسال سؤال، انا اعمل ده ازاي؟ انا بقى لو عايز اشتغل بقى الموضوع ده واظبط فيه الدنيا اعمل ايه؟ ورقتك وقلمك بقى عشان هتكلم معاك في 3 حاجات هيلخصوا لك كل الحدوته اللي احنا بنتكلم فيها. شوف ال3 حاجات، اول نقطه فيهم هو حاجه اسمها الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني انت النهارده كلنا بندور على سؤال واحد اسمه هو الفرص فين؟ صح؟ نعمل فلوس منين؟ ايه انسب وسيله اقدر اعمل بيها دخل اليومين دول في سنه 2025؟ هوريك فيديو مدته 54 ثانيه، مش مهم الصوت فيه مبدئيا. تمام؟ واشتغل الصوت؟ احلف؟ انت كنت مش موجود؟ ولا لسه جاي؟ ماشي. 54 ثانيه الفيديو ده هيعرفك الفرص فين. مبدئيا الفيديو ده بيشرح ايه؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي. بيقول انه بيلخص الناس بتقضي وقتها فين في سنه او من سنه 1930 حتى الان. الناس بتقضي وقتها فين؟ اكتر وقت الناس بتقضي وقت فيه ده اسمه الاتنشن او اهتمام الناس. وزي ما اهتمام الناس بيكون، انت لازم تكون موجود عشان ده الحته المكان اللي الناس تعمل منه فلوس ايه؟ كتير. هضرب لك مثال بسيط. مش جت فتره من الفترات، الناس القديمه طبعا الشباب الصغير مش هيفهموا الكلام ده خالص، تمام؟ فاكرين هوجه السنترالات اللي كانت بتفتح يا جماعه؟ حد فاكر محلات الموبايلات؟ صح ولا مش صح يا جماعه؟ ما بين كل محل موبايل ومحل موبايلات ايه؟ محل موبايلات. ما بين كل سنترال وسنترال بتلاقي ايه؟ سنترال. صح؟ ليه؟ الاتنشن واهتمام الناس كان رايح في الحته دي، فكله بدا يفتح. صح؟ طب ما تيجي نشوف في سنه 2025 الناس موجوده فين، عشان ده المكان اللي كل الناس تكون بتعمل منه فلوس. تعال نشوف الفيديو ده. لا ارجع. ايوه شغال بس ستوب. هو ما ينفعش؟ ايوه بس كده. بصوا يا جماعه، من سنه 1930 هتبص هتلاقي انه هنا اول حاجه فاميلي، يعني وقت مع العيله.
كان 22%، بعد كده في المدرسه 22%، بعد كده فريندز اصحاب 18 وهكذا. هتبص هتلاقي تحت في كلمه ايه؟ اونلاين. كام في المية؟ 0%. 1930 بس ما كانش فيه انترنت اصلا. حلو؟ ايه اللي حصل؟ تعال نشوف يلا. واضح ان الصوت اشتغل. مش مهم. علي بقى. بصوا يا جماعه، النسب عماله تختلف شويه شويه، شايفين؟ ايه ده في ايه؟ لا مش عايزين. بصوا يا جماعه، سنه 1981 ايه اللي حصل؟ هتبص هتلاقي انه بقى في وقت اكتر كتير الناس بتقضيه مع اصحابها اكتر من العيله، صح ولا مش صح؟ صحيح. بعد كده العيله اقل شويه، بعد كده الكافيهات، شايفين؟ ريستورانتس. فتلاقي دلوقتي بقى في اي حد عايز يعمل فلوس بيفتح ايه؟ مطعم او كافيه، صح ولا لا يا جماعه؟ ليه؟ الاتنشن رايح فين؟ رايح في الحته دي، فيلا بينا نعمل كده، اوكي؟ طيب بعد شويه بقى تعال نشوف بعد 1980 حصل ايه؟ كمل. انا عارف انت بتعمل ايه. قدم شويه. ايوه. اوكي. شايفين يا جماعه؟ سنة 2000 الانترنت الاونلاين بدأ يبقى كام؟ 4.5%. سنة 2000. حلو؟ ولكن نفس الدنيا مسيطرة زي ما انت ايه؟ شايف. ولو ركزت مع اللي فوق هتفهم ليه في مشاريع كذا بتفتح وليه الناس مش عارف ايه، عشان الاهتمام رايح في الحتة دي. طب تعالى نشوف بقى من سنة 2000، عارف والآن مع المفاجأة الكبرى؟ تعالى نشوف دلوقتي من سنة 2000 ايه اللي حصل. دوس. خدت بالك؟ في 2024 بقى 60% من وقت الناس بيقضوه على الانترنت. الاجابه مش متاكد كلامي او مش مصدق كلامي؟ تعال اقول لك. اوقات وانت قاعد في قعده لمه العيله بيتقال لك كلمه كلنا عارفينها، ما تسيب التليفون يا ابني وخليك قاعد معانا، صح ولا مش صح يا جماعه؟ صح؟ صحابك حتى على القهوه بتلاقيهم كلهم قاعدين، والله قاعده سكون تام، كل واحد باص في التليفون، بس احنا لازم نقعد مع بعض. صح ولا لا يا جماعه؟ رد، صح ولا لا؟ ايوه. احنا حاطين القعده فين؟ على القهوه، بس بنيجي نعمل ايه؟ كل واحد باص في تليفونه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه، ودي اول نقطه اللي اسمها الوعي. اكتب عندك كده، لو ما عندكش شغل بيجيب لك فلوس من خلال الانترنت في سنه 2025 حضرتك في عالم موازي. انا اسف اللي انا بقوله، بس دي الحقيقه. ليه؟ ما بقاش في حاجات تقليديه، بقت الناس كلها مصادر دخلها الاساسيه مش الفرعيه من على الانترنت. من على الانترنت، وده الاصل الاول في الموضوع اللي انت محتاج تستوعب. اقول لك على حاجه، انا مش محتاج انك انت تخرج من اي حاجه من الايفنت داخل من المعلومه دي بس، وساعتها هتفهم الفلوس فين. الفلوس فين يا جماعه في 2025؟ على النت. الناس بتعمل فلوس منين؟ على النت. الناس بتجيب فلوس ازاي؟ على النت. وخلي بالك دي رساله للاباء، لو ابن حضرتك او بنت حضرتك بدأ يعمل أي حاجة عن طريق الإنترنت، أرجوك ما تقفش في وشه. تقولوش إيه؟ لا أنت بتعمل إيه؟ أنت غلطان. في أصل الآباء والأمهات يا جماعة زي والدي الله يرحمه، لما لقاني ماشي عن طريق غير صيدلة أنا سمعت كلام مش هينفع أقوله لكم في الميتنج. ليه؟ يا ابني اللي تعبت في تربيته وبذلت مش عارف إيه اطلع بره. عارفين الكلام ده؟ فدي نصيحة لكل الناس. فأول نقطة هي الوعي. طب حلو، انا يا اسلام فهمت انه احنا في زمن الانترنت وانه الدخل عن طريق الانترنت هو الاساس. طب انا بقى انا كشخص اهو ما عنديش مؤهلات للموضوع ده يعني، او ما عنديش استيعاب ازاي اعمله. تقدر تقول لي مطلوب مني ايه عشان اشتغل في الموضوع ده؟
او اعمل بزنس او اعمل دخل عن طريق الانترنت، 5 حاجات تكتبهم معايا. ال5 حاجات دول هم اللي هيخلوك في الشركه معانا في لايف ستايل تقدر تعمل دخل. ازاي تقدر تبني بزنس عن طريق الانترنت؟ ازاي تقدر وانت قاعد في بيتكم تكون بتشتغل في السعوديه؟ احلف. والله. وانت قاعد في بيتكم تكون بتشتغل في اوروبا، وانت قاعد في بيتكم تكون بتشتغل في اي دوله في العالم، وانت قاعد في بيتكم ممكن تشتغل في محافظه ثانيه. طب ازاي الكلام ده؟ عن طريق ال5 حاجات دول، والباقي كله مع لايف ستايل هي اللي هتقوم بيه. ايه ال5 حاجات دول؟ اكتب معايا. رقم 1، اول حاجه ان حضرتك توفر من يومك 3 ساعات شغل كل يوم تشتغل معانا. كل يوم 3 ساعات. طب اسالك سؤال، ال3 ساعات دول انا هشتغلهم فين؟ امتى؟ في اي وقت انت عايزه. فين؟ ممكن يبقى في البيت، ممكن تبقى في اي مكان انت حابه، ولكن الميزه او المهم انك انت تكون موفر كام ساعه كل يوم؟ اقل من 3 ساعات انا بنصحك نصيحه لوجه الله ما تشتغلش معانا. مش هتعمل فلوس. هتوفر 3 ساعات فيما فوق هتبدا تعمل دخل من الشغل ده، لانه السماء ولا تمطر ذهبا ولا ايه؟ ولا فضه. مفيش الكلام ده. لازم اشتغل عشان الاقي، مش هتشتغل مش هتلاقي. حلوين؟ نكمل؟ يلا. رقم 2، النقطه الثانيه هي attend all trainings. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضور كل انواع التدريبات. اضرب لك او اسالك سؤال. اي حد من الناس اللي قاعده هنا، انت اشتغلت الشغل ده قبل كده؟ لا. طب درسته؟ برضه لا. طب عندك خبره فيه؟ منين؟ طب هتشتغلوا ازاي؟ من خلال التدريبات. مش دكتور اسلام مصري في نهايه كلامه قال ان في منظومه اسمها ايه؟ كايزن. مين المنظومه دي؟ المسؤوله عن تدريب الناس من الصفر ازاي يبداوا يشتغلوا الشغل ده. احنا يا جماعه بناخد الناس من الف فتحه ب فتحه ب في الشغل بتاعنا. حلو؟ يعني على اعتبار ان هو زيرو اكسبيرينس. اسال سؤال، هل في مشكله ان انا اتعلم حاجات جديده يا جماعه؟ هل عيب ان انا اكتسب مهارات جديده؟ في مره شفت فيديو، عارفين يا جماعه اللي هو اللي كان داخل مسابقه من اقوى المؤثرين، احمد ابو زيد بتاع اليوتيوب، حد فاكره يا جماعه؟ على كل الناس عارفاه صح كده، اللي هو عامل دروس اونلاين، عارفينه؟ طيب الراجل ده في فيديو من الفيديوهات قال كلمه والله العظيم الهمتني. قال لك الناس بتتعلم مرتين، مره اجبار ومره بمزاجها. المره الاجبار بيتعلم عشان ياخد شهاده، والمره اللي بمزاجها بيتعلم عشان يعمل فلوس. انا سمعت الكلام ده فرق معايا قوي، وهي دي الفكره. انا محتاج احضر التدريبات دي عشان اتعلم ازاي الموضوع ده بيمشي، عشان اتعرف ازاي اشتغل ال3 ساعات دول. طب بس ممكن تقول لي انواع التدريبات ايه؟ اكتب معايا. نوعين من التدريبات، تدريبات فرديه وجماعيه. فرديه اول ما هتيجي تشتغل معانا بيتعين لك حد اسمه المدير المسؤول. الشخص ده بياخدك من ايدك يمشي معاك خطوه خطوه، تعمل كذا مش تعمل كذا، ده صح ده غلط. وفي البدايه انت بتبقى محتاج حد يمشي معاك ستيب باي ستيب عشان ما تخيش، صح ولا مش صح؟ خطوه بخطوه عشان يمشي معاك عشان يعرفك ازاي تنجح. ده اول نوع. طب النوع الثاني من التدريبات، التدريبات الجماعيه. حضراتكم قبل ما تكونوا موجودين معانا في القاعه كان في تدريب هنا. التدريب ده بيتم كل يوم ايه؟ كل يوم جمعه لمده قد ايه؟ ساعتين 3 ساعات. ده تدريب ثابت. مين اللي بيعمل التدريب ده؟ ناس بتكون اعلى من المدير المسؤول بتاع حضرتك. هدفهم ايه؟ يعرفوك هتشتغل ايه الاسبوع الجاي، وايه التارجت المطلوب منك، وهنعمل ايه بالظبط، وايه الشغل اللي انت المفروض تعمله. حلوين؟ حلوين؟ ده تاني حاجه. عندك مشكله في انك تلتزم بانك تحضر التدريبات بس، تيجي تحضر بس. لا، صح ولا صح؟ ثالث نقطه. النقطه الثالثه هو التطبيق. انك تطبق اللي احنا بنقول لك عليه. يعني هنقول لحضرتك كده اعمل 1 2 3، ارجوك اعمل 1 2 3 بس. لان في ناس بتشتغل معانا يعمل 1 2 ويسيب 3. تقول له هنسيب 3 ليه؟ يقول لك مش عارف ما حبيتهاش. وفي ناس ثانيه تعمل 1 2 3 تحط 4. سؤال، جبت 4 منين؟ مش عارف بس حسيتها حلوه. التاتش بتاعك بيبوظ الدنيا. فارجوك اعمل اللي احنا بنقول عليه بس. تمام؟ فالنقطه الثالثه انك تطبق الكلام اللي احنا بنقوله. زمان حد قال لي جمله فرقت معايا والله. قال لي ايه؟ قال لي اصل تمشي بدماغك ودماغي وتبقى انت المسؤول، ولا تمشي بدماغي انا وابقى انا المسؤول؟ قلت له بدماغك انت وانت المسؤول، مش فاهم حاجه اصلا. صح ولا مش صح يا جماعه؟ فدي النقطه الثالثه، طبق الكلام اللي احنا بنقوله بس. رقم 4، النقطه الرابعه، ودي حاجه جميله جدا يا جماعه، انه نو كواليفيكيشنز نيدد. يعني ايه؟ لا يوجد شرط مؤهل معين او خبره معينه او شهاده معينه او حاجه معينه. لو جيت بصيت على الاعمار السنيه اللي قاعده في القاعه كانوا كلهم مختلفين. في شباب صغير وناس كبيره، في ناس موظفين وناس اصحاب مشاريع، وناس ثانيه دكاتره الجامعه وناس طلبه في الجامعه. طب هو ايه الموضوع؟ نو كواليفيكيشن نيدد.
مفيش اي نوع من انواع المؤهلات انت محتاجه عشان تشتغل الشغل ده، الا انك انت عايز تعمل دخل وتلتزم بشغلات ساعات وتحضر التدريبات وتطبق الكلام اللي بنقوله بس كده. اما الحاجه الخامسه والاخيره هو انك انت تتعلم حاجات جديده وتفتح دماغك انك تتعلم حاجات جديده. هقول لك نقطه، انا اسف ان انا ممكن اكون صريح حبتين بس الصراحه بتجيب الاخر. المعلومات اللي انت عارفها النهارده جابت اخر النجاح بتاعها والدخل بتاعها. والله العظيم حضرتك يا سيد الفاضل عايز دخل اكتر، محتاج معلومات جديده ومهارات جديده. انا اسف ان انا بقول لك كده بس دي الحقيقه. هنهرب منها، تعالى نهرب وبعد كده اقول لك هتلف لفه وخد فكره وتعالى في الاخر هتفهم انه ده اللي انا وسيبك من الشغل معانا، انا بتكلم في الحياه عموما. انا محتاج اتعلم حاجات جديده، محتاج اعرف اعمل طرق دخل جديده تتناسب مع الزمن اللي احنا فيه. Are you with me؟ ماشيين مع بعض يا جماعه؟ طب دول يا اسلام الخمس حاجات. سؤالي ليك يا اسلام مباشره اهو، هل في حاجه غير الخمس حاجات دول انا محتاجها؟ لا. طب سؤال كمان معلش. انتوا يا اسلام مش محتاجيني اعمل اي حاجه، يعني مثلا يكون مثلا معايا لانجوج مثلا معينه بعرف اتكلم انجلش، طبعا ده هيفيدك في انك انت تنتشر في دول مختلفه بتتكلم باللغه الانجليزيه، ولكن مش شرط ابدا انك انت تنجح معانا في الشغل ده. طب يا اسلام في اي خبره ولا اي حاجه؟ طب يا اسلام لو انا عملت الخمس حاجات دول بنسبه كام في الميه اقدر اعمل معاكم دخل في الشغل ده وفي الشركه دي؟ شوف، على مدار ال 16 سنه اللي فاتت انا ما شفتش واحد، ما شفتش يا جماعه؟ مش مثلا ما شفتش مثلا مجموعه كبيره من الناس، لا شفتش واحد عمل الخمس حاجات دول كل يوم لمده من شهر ل3 شهور وما كانش بيعمل دخل كل شهر 4 أرقام بالدولار من الشغل بتاعه. $1000 فيما فوق. انا عارف ان في ناس دلوقتي قاعده تقول لك ايه؟ $1000 لو هم 50,000 جنيه في الشهر، حضرتك مجنون؟ هو انت مش عايش؟ بص يا جماعه، ينفع تقارن تجاره الذهب بتجاره العشب؟ ايه اللي بيكسب اكتر؟ الذهب، صح؟ نفس الكلام. ما ينفعش تقارن مثلا شغل معين باي حاجه بتجيب فلوس عن طريق الانترنت. ما ينفعش. ليه؟ هتظلم الحاجه اللي انت بتقارنها بيها كومبليتلي. الشغل ده يا جماعه اي شغل عن طريق الانترنت بيجيب دخل عالي، ولكن كمان لما كمان تمارسه وتحترفه انت هتروح في حته ثانيه خالص. وده اللي حصل معايا، مش اسلام بس، اسلام وكتير من الناس اللي عملوا كده. طب يا اسلام سؤال، انا كده تقريبا بدات افهم انا مطلوب مني ايه؟ 5 حاجات. 1 اشتغل 3 ساعات كل يوم واحضر التدريبات معاكم واطبق الكلام اللي انتوا بتقولوه، ومن الاخر انتوا مش محتاجين اي مؤهلات وانا يا عم ناوي اتعلم حاجات جديده. بس انا عندي سؤالين. انسب وقت اشتغل معاكم فيه امتى وليه؟ 2 لو انا اشتغلت معاكم دلوقتي مثلا تقدر تقول لي اقدر اعمل دخل قد ايه في وقت قد ايه؟ مش ده اهم سؤال يا جماعه، صح ولا صح؟ ليه؟ يا باشا عشان نشوف ميجازيه، تمام؟ مش ميجازيه اجدد الحقوق. صح ولا بصراحه صح ولا يا جماعه؟ 100% تمام؟ فعشان كده تعالى بقى نجاوب على السؤالين دول، ولو سمحت اكتب معايا الكلام اللي جاي. اول نقطه، انسب وقت اشتغل فيه امتى؟ معاكم في شركه لايف ستايل اوف كايزر اورجانيزيشن ومع الناس دي. اول نقطه هو في خلال ال 72 ساعه الجايين دول. الله، ليه؟ شوفوا يا جماعه، في حاجتين مهمين جدا بيحصلوا. الحاجه الاولى انه الناس اللي هتبدا تشتغل معانا لو جيت بصيت هتلاقي فيه لوجو كده اسمه بروجكت ال 10000 او مشروع ال 10000. ايه مشروع ال 10000؟ شركه مع لايف ستايل ومنظومه كايزن عاملين مشروع جديد اسمه مشروع ال 10000. هدفه ايه؟ مساعده 10000 بني ادم في مصر ان هم في خلال ال7 شهور الجايين اللي هم شهر 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11. كم شهر؟ الو، كم شهر يا جماعه؟ اشمعنى 7 وليه لغايه شهر 11 بس؟ عشان المؤتمر السنوي بتاع الشركه هيكون شهر 12 اللي جاي، زي ما السنه اللي فاتت اتعمل المؤتمر السنوي في فندق اسمه سانت ريجز. ايوه سانت ريجز اللي هو الماسا اللي في العاصمه الاداريه دي. فالفكره كلها انه السنه دي هدفنا مساعده 10000 بني ادم بان هم يعملوا ايه؟ من الشغل ده دخل شهري لا يقل عن $1000 فيما فوق. في قد ايه يا اسلام؟ في 7 شهور. في قد ايه يا جماعه؟ بشرط يعمل ال5 حاجات اللي احنا قلنا عليهم. فاذا انت من الناس اللي هتبدا في خلال 72 ساعه جايين دول
هتكون موجود جوه المشروع ده وهتبدا تشتغل معانا وهنبدا مع بعض رحله مدتها 7 شهور. انت بس كل اللي عليك انك انت هتطبق كل الكلام اللي احنا بنقوله لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلوين؟ حلوين. ده السبب الاول. طب السبب الثاني انه يوم 16/5 اللي جاي، اكتب عندك التاريخ ده لو سمحت. حاجه يوم 16/5 هيكون عندنا مؤتمر. المؤتمر ده مؤتمر الشركه عاملاه في مصر، مؤتمر كبير. هيكون حضوره تقريبا قد ايه؟ تقريبا حوالي 3000 شخص. حلو الكلام؟ حلو. اذا انت كنت من الناس اللي هتكون بتشتغل معانا فانت عندك الفرصه انك تكون من الناس اللي هتعمل نجاحات بسيطه مش كبيره طبعا، يعني مش هتعمل فلوس كتير، ولكن هتعمل نجاحات بسيطه، والنجاحات دي هتخليك تطلع تتكرم على الستيج في الايفنت ده. في ناس قاعده ممكن ما تبقاش مستوعبه ايه يعني ايه اطلع اتكرم، انا استفدت ايه لما اطلع اتكرم؟ شوفوا يا جماعه، واحده من اكبر واميز الحاجات في الشغل بتاعنا ان احنا بنعمل ايه؟ الناس اللي بتشتغل معانا وبتبدا ان هي تحقق نجاحات ولو بسيطه، احنا بنقول لهم كده انت انجح واحنا هنوري نجاحك ده للدنيا كلها. وكل الناس في اي شغلانه في الدنيا اكتر حاجه مهمه ممكن الناس تكون بتشتغل عليها اكتر من فلوس التقدير. صح ولا يا جماعه؟ صح؟ يا عم انا عايز اقدر. انا عايز لما اشتغل واتعب وابذل مجهود واعمل نجاح اتقدر، صح؟ فيوم 16/5 ده يا جماعه هيكون مؤتمر عملاق، بس المؤتمر ده هيتيح ليك انك انت تكون من الناس اللي هتطلع تكون بتتكرم على ستيج. ده واحد. رقم 2، هيتاح ليك الفرصه انك انت تكون عندك ناس مستهلكين وموزعين الشركه تعمل لهم انفيتيشن، دعوه علشان يكونوا موجودين فين؟ الو، عشان يكونوا موجودين فين يا جماعه؟ في المؤتمر، ويشوفوا الصوره الكبيره بتاعت الشركه وحجم الشركه ومنتجات الشركه وتفاصيل الشركه وكل حاجه بشكل عملاق جدا. فده هيساعدك في انك انت تنجح اسرع وتعمل نتائج اكبر وتخرج من المؤتمر ده دخلك يبقى اسرع من الوقت الطبيعي. ماشيين مع بعض؟ الو، ماشيين مع بعض؟ اخر نقطه والنقطه الثالثه، الناس اللي هتبدا في خلال 72 ساعه الجايين دول هيتم تطبيق عليهم خطط الارباح الاضافيه اللي الشركه عاملاها في شهر 5. حلو. انا كمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استفدت ايه؟ يعني حاجه استفدت ايه من خطه العمولات الاضافيه؟ اكتب معايا كده ان حضرتك هتقدر انك انت في خلال شهر 5 تعمل ضعف العمولات العاديه اللي انت ممكن تعملها في شهر، هتعملها فين؟ في شهر 5. طب ليه؟ بسبب العرض او اللي اسمه ذا بوست والعرض الثاني اللي اسمه ذا موف. هم عرضين، ذا بوست وذا موف، دول عرضين الشركه منزلاهم بس للاشخاص الجدد اللي ايه؟ اللي بيبداوا. بس لازم امتى؟ في خلال قد ايه؟ اللي هو لحد امتى يعني؟ لغايه يوم الاثنين اللي جاي. طب والاثنين ده يوم كام؟ 5/5. ماشيين مع بعض يا جماعه؟ اخرنا يوم كام يا جماعه؟ اخرنا يوم كام يا جماعه؟ 5/5. يوم 5/5 يوم 5/5 يوم الاثنين الجاي، علشان بمنتهى البساطه جدا يتم تطبيق عليه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. طب الكلام ده حلو يا اسلام. طب سؤالي ليك، انا دلوقتي عايز اسالك سؤال يا اسلام ليك انت. هو انت لما كان بيتشرح الكلام ده كنت حاسس بايه؟ يعني انت قلت ايه يلا ونبدا والسلام عليكم ولا ايه اللي حصل؟ بص يا جماعه هتكلم معاكم بصراحه. انا لما كان بيتعرض عليا الكلام ده بيني وما بينك حاجه جديده عليا، فطبيعي اكون ايه؟ خايف شويه، لان الانسان عدو ايه؟ ما يجهل. انا مش عارف الدنيا هنا ايه، مش الدنيا مظلمه، تمام؟ فانا مش عارف الموضوع. فالراجل اللي انا كنت قاعد معاه قلت له بص بصراحه الموضوع جميل جدا، بس انا يعني حاسس ان انا مش هعرف انجح معاكم، يعني لان انا مش فاهم قوي ومش عارف انجح ازاي ومش عارف اشتغل ازاي. الراجل ده قال لي كلام انا عمري ما هنساه لحد النهارده. قال لي بص يا ابن الحلال، اي حد بيخاف يفشل اكيد هيفشل. قلت له معلش ليه؟ قال لي عشان اللي بيخاف يفشل بيخاف يجرب. اي حاجه جديده عموما، صح؟ قلت له تمام. قال لي واللي بيخاف يجرب بيفضل وضعه على ما هو عليه، صح؟ قلت له صح. قال لي واللي وضعه مش عاجبه حياته بتفضل كده على طول، صح؟ قال لي واسال نفسك سؤال، كم مره كان نفسك تاخد خطوه في اي حاجه وترددت وتراجعت وقلت لا لا سلام عليكم؟ قلت له اوه ما بعدش يا جيمي قلت له كتير. قال لي بسبب ان انت خايف احسن ما تفشلش. قال لي تعرف مين اصدق واحد يعني ممكن تمشي وراه؟
هو البني ادم اللي بيجرب وبعد ما بيجرب بيشوف ايه اللي حصل. عارفين يا جماعه فيلم بتاع حزلوم بتاع لولا درجه قال له مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف؟ صح ولا مش صح؟ هي دي النقطه. فده اول حاجه. فقلت له طب بص ماشي انا معاك يا عم بس انا عندي مشكله. قال لي ايه؟ قلت له انا ابويا مربيني على ابويا يا جماعه يعني بتكلم عنه كتير عشان هو كان صاحبي الله يرحمه. فقال لي كلمه اللي تعرفها حبيبي احسن من اللي ما تعرفوش واللي ما تفهمش فيه ما تفهمش فيه مربيني على كده. قال لي بص يا حبيبي الكلام ده يعني مع احترامي الكامل هو مش صح قوي. هو الراجل ما رضيش يحرجني. قال لي مش صح قوي. قلت له ليه؟ قال لي لان اللي تعرفه وصلك للي انت فيه النهارده. طب لو اللي انت فيه مش عاجبك يبقى اللي ما تعرفوش هو ده يمكن يكون اللي فيه الخير اللي انت بتدور عليه. تمام. مشيت مع الراجل ده وقعدت انا اسال نفسي سؤال. طيب انا قدامي طريق من الاثنين. تمام؟ اشتغل في الشغلانه اللي انا مش فاهم فيها حاجه دي او ارجع في الصيدليه. طب رجعت الصيدليه حط لساني جوه بقي حط هنا بلاستر كده واقفل بقي واقول ايه؟ ما اكمل زي ما انا السلام عليكم. طب هل ده هيوصلني لاي حاجه ثانيه غير اللي انا بلاقيها؟ لا. لانه فعل نفس الافعال ما بيجيبش غير نفس النتيجه. مين متفق على كده يا جماعه؟ صح؟ طيب عايز نتيجه مختلفه يا اسلام اعمل افعال مختلفه. قلت ده الطريق الاول. طب الطريق الثاني حاجه جديده هعملها في 50% فيها انجح و50% ايه؟ افشل او ما انجحش. صح؟ صح. فقلت يا عم بقول لك ايه؟ انا راجل بزحف. في واحد بيزحف يخاف يقع. لا. فقلت يا عم بقول لك توكلنا على الله وربنا يكرم ولما نشوف الدنيا هتوصل ايه. وكان احسن قرار انا اخذته في حياتي من 2010. القرار ده يا جماعه كان سبب على توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان انا حياتي تتحول تماما. سيبك مني يمكن انا اقل واحد في الناس اللي قاعده كلها. ولكن شايفين يا جماعه الناس اللي لابسين اسود دول الناس اللي كانوا بيدخلوهم الايمان دول الناس يا جماعه التوب ليدرز معانا في الشغل. الناس اللي قدروا ان هم يعملوا نجاحات فبجد عايزين نحييهم بجد تحيه كبيره جدا جدا جدا. بمنتهى البساطه جدا الناس دي وكل الناس وحتى الشخص اللي ممكن يكون جابك دلوقتي هتلاقي فيهم ناس طلعت اتكرمت على الستيج النهارده في بعض الحاجات مشتركه او هي حاجه واحده مشتركه ما بين الناس دي وبعضها. ايه هي؟ الناس دي اخذت قرار انها تعمل حاجه مختلفه واخذت قرار ان هي تمشي في طريق مختلف عن النظام التقليدي. اتكلم معاك بصراحه؟ واحد هتتعب شويه؟ اثنين هتجرب حاجات جديده انت ما كنتش بتعملها قبل كده زي انك تشتغل عن طريق الانترنت تتعرف بقى الدنيا بتمشي ازاي موضوع ايه؟ بس رقم 3 اللي اؤكده لك لو مشيت على الخمس حاجات دول هتكتشف بعد فتره ان العالم اوسع بكتير من اللي انت موجود فيه النهارده. ليه؟ بسبب التجربه الجديده اللي انت هتاخدها معانا ومع شركه مع لايف ستايل. فبمنتهى البساطه جدا دلوقتي انت مطلوب منك تعمل ايه؟ انت فهمت كل حاجه، فهمت الشركه وتفاصيلها والموضوع ولا كل الكلام ده كله. فهمت ان العبد الفقير الى الله واحد. اهم حاجه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيها فلوس هي الانترنت. رقم 2 مطلوب منك كام حاجه؟ كام حاجه؟ 5 حاجات. 3 ساعات شغل كل يوم تحضر تدريبات تطبق الكلام اللي بنقوله ومفيش اي مؤهلات محتاجينها. و5 تتعلم حاجه جديده. اما النقطه الثالثه عرفت انسب وقت ولو اشتغلت معانا في خلال 7 شهور عرفت هتعمل قد ايه. يتبقى اللي عليك هو ايه؟ هو انك انت تاخد قرار. اهم حاجه انك كنت خارج من باب القاعه دي تروح للشخص اللي دعاك انك تكون موجود معانا هنا تقول له ايه؟ انا متشكر جدا جدا انك عرضت على الموضوع ده. لو ما قلتش كده مش هيبقى حلو. ليه؟ لان الراجل ده او البنت دي او الشخص ده كان هدفه انه يعرفك على اوبورتيونيتي. صح ولا مش صح يا جماعه؟ ولازم تقول له المعلومه اللي كده. قول له الراجل اللي كان لابس بليزر بيج ده كان راجل عالمي. لو ما قلتلوش كده احنا مش هنشغلك معانا. انا بقول لك اهو. تمام؟ وتقول له بقول لك ايه بص يلا بينا انا فهمت كل حاجه يلا بينا قول لي اعمل ايه هيحدد لك ميعاد مع المدير المسؤول ونبدا نشتغل مع بعض وتبدا رحله معانا كبيره جدا وجهز نفسك انك هتخش في عالم جديد لمده 7 شهور. او القرار الثاني تروح برضه للشخص اللي تقول له ايه اول حاجه؟ شكرا جدا انك قررت الموضوع ده واوعى تنسى الراجل ابو بليزر بيج. هتقول له كان راجل ايه؟ شكرا ليكم يا جماعه سقفوا لنفسكم شكرا حضراتكم. وتقول له بقول لك ايه؟ انا في شويه اسئله عايز افهمها هيوقفك دلوقتي مع حد من المديرين المسؤولين اللي مشغلين معانا جاوبك على كل الاسئله عشان تبقى فاهم ومستوعب كل حاجه وفي الاول وفي الاخر باذن الله نبدا مع بعض رحله كبيره جدا جدا تكون انت بتكتشف فيها عالم مختلف وتقدر تعمل قصه نجاح كبيره لنفسك. ربنا يكرمكم يا جماعه. بتمنى لحضراتكم كل التوفيق والخير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.